يا مساء الفل، عاملين ايه؟ تعالي بقى يا ستي نفرح بقى اولادنا طول النهار بره كده، ونفسهم يجوا يلاقوا حاجه حلوه. عايزه اقول لكم ان هم بيبصوا بيعشقوا ان انتوا كده تبقوا عاملين لهم حاجه حلوه كده وتفاجئوهم بيها. يا سلام على فرحتهم. هنعملها بس ببيضتين اتنين. عايزه اقول لكم احنا ما اشتريناش اي حاجه، كل حاجه موجوده في البيت كده. هندور كده في التلاجة هنلاقي بيضتين، هنلاقي كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، زيت وسكر موجود عندنا الحمد لله في كل بيت. عندنا كوباية من اللبن، والدقيق دوت حاجة يعني عادية في كل بيت. خلاص، المهم بقى وهنستعمل بقى حاجات من اللي احنا فرزناها، نعمل لهم بيها حاجة حلوة كده. بص يا ستي، انا الاول ايه، حطيت البيضتين وحطيت عليهم ايه، كيس فانيليا ومعلقة خل وكوباية الا الحاجات البسيطة من السكر دي. عايزين تكملوها كملوها، بس انا حبيت سكرها يبقى خفيف شوية. وهنا نص كوباية زيت. عايزة اقول لكم مقاديرها سهلة وبسيطة هي اساسا تحسوا ان هي مش مكلفة. وبصوا كوباية الا ربع من اللبن. يعني في حاجة كده اقتصادية اكتر من كده؟ لا مفيش. عايزة اقول لكم يعني انتوا هتاخدوا من كل حاجة كده حبة حاجات كده بسيطة. وهنضرب كل ده بقى في الايه، بالمضرب او بالخلاط زي ما انتوا عايزين. وعندي هنا اهوت كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم معلقة حلوة كده، اسمه ايه، اسمه ايه، نشا، وكيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر. وهقلبهم كده على كوبايتين الدقيق بالكوبايه اللي انا عيرت بيها دي، عيرت بيها كوبايتين من الدقيق. واستغنينا خلاص، خلصنا المضرب الكهربي. يعني انتوا ممكن اصلا تعملوها بايديكم، بس بصراحه انا دراعي وجعني مش بقدر اعمل كده بالمضرب اليدوي. وممكن تضربوهم في الخلاط، دي حاجه برضو براحتكم. عايزه اقول لكم في الحالتين هي سهله جدا. ونزلت بقى بكميه الدقيق على مرتين عشان اقدر برضو ايه اقلبهم. خلاص كده انا عندي العجينه تقيله. هاخد غليت ميه كده، وبنفس الكوبايه اللي انا عيرت بيها دي مكانها لبن. خدت نص كوبايه ميه سخنه ونزلت بيها مره واحده. ما تقلقوش. رحت بقى فكه بيها كده العجينه. مش هنضرب فيها بقى كتير، خلاص. بس كده بقيت معايا زي الفل. طبعا الفرن عندي شغال. وكده بقى مية مية كده، خلاص خلصت معانا عجينة الكيكة. اسهل طريقة كيكة ممكن تعملوها. ماشي. جبت بقى بايركس، صينية، اي حاجة، واروح حطهم فيها وداخلة بيهم على الفرن. بس بصوا بقى، طلعت لسه سخنة. طبعا انا مش، بصوا بقى يعني ايه، سبتها لما بردت. وكنت عاملة هنا كوباية من الكريم شانتيه على نص كوباية مية ومعلقة لبن بودر، احنا عملناها مع بعض كتير، معلقة كريم باستري. ماشي. ورحت ضرباهم كده ونازله بيهم. طبعا لما الكيكه عندي بردت، يعني انا عملتها، بص بقى، عملتها اول حاجه. يعني بص بقى يعني ايه، لما تكونوا عايزين تعملوا حاجه حلوه طبعا في المدارس، اي حاجه بقى انتوا عايزين تعملوها ومفيش فضا، لان فعلا مفيش فضا. بعمل ايه الصبح بقى؟ اول حاجه اروح عامله الحاجه اللي انا عاملها دي، سواء معجنات او سواء حاجه حلوه، اروح اول حاجه عاملاها بس كده. واروح ايه، مخلصه بقى شغل بيتي، مطبخ، مواعين، غسيل. ويبقى انا كده خلصت من الحاجه الحلوه اللي انا نفسي اعملها. لاني انا لو خلصت اللي ورايا بيكون جه وقت ما أجي للمدرسه، بروح واخده بعضي ونازله. عملت حاجه؟ لا ما عملتش حاجه. المهم بقى كده بقى، انا المانجا اللي احنا فرزناها عايزين نستعملها. يعني احنا فرزناها عشان نحطها في الفريزر؟ لا. طبعا أنا كده عملت طبقه من الكريم شانتيه، ولا سقيتها بلبن ولا باي حاجه. هقول لكم ده هتبقى جوسي وطريه وتحفه من غير يعني ما تزوق بلبن ولا اي حاجه. ورحت عامله طبقه الكريم شانتيه ونازله بقى بالمانجا ديت اللي احنا مفرزينها. خلاص. بصوا بقى كده، انا كده غطيتها كلها بالمانجا وبقيت زي الفل، شكلها تحفه تحفه. لسه هعمل لها طبقه تالته تاني، اصبروا. المهم بس لو انتوا لسه ما حطيتوش لايك واشتركتوا في القناه وفعلتوا الجرس، يا ريت تعملوا كده وتكتبوا لي كومنت جميل كده زيكم. خلاص. هنا بقى جبت كوبايه ميه سخنه. فاكرين باكت الجيلي المانجا اللي انا قلت لكم هعمل بيه حاجه؟ ده من بدري وانا جايباها، وانا من بدري وانا عايزه اعمل الصينيه الخطيره دي او البايركس التحفه ده. بص انا جبت الشفشه عشان احط فيه الكيس ونسيت وحطيتها في الكوبايه. مش انا قلت لكم العيال جننوني، بالذات لولو. هروح قلباهم كده بقى. هنا ده ظرف واحد،
حطيت عليه كوبايه ميه سخنه وهقلبهم حلو لحد ما الاقيهم ايه دابوا كده بقى. بصوا بقى اللي هو الجيلاتين بتاع الجيلي كله لزق في الكوبايه الازاز. طبعا المفروض كنت حطيتهم في الشفشق على طول، بس يلا مفيش مشاكل. عايزه الم بقى اللي هو الجيلاتين دوت كده كله عشان يبقى الكيس معايا مقاديره مظبوطه، واقلب فيهم كده واروح جايبه كمان ميه ساقعه. بصوا بقى خدت ربع كوبايه ميه ساقعه، المفروض نحط اكتر من كده بس انا عايزاه يبقى الجيلي كده ايه ماسك نفسه. بس انا هقول لكم انا هضيف ايه كمان. بصوا ده بقى الميه اللي نزلت او العصير اللي نزل من المانجا، عايزه اقول لكم طعمه خطير. رحت ضايفاهم كده برضو على الجيلي كده، هيديني طعم مانجا مانجا. طعمه بقى طعمه فظيع قوي. هنا بقى كده بعد ما خليتها لما بردت خالص، مش هنزل بيها سخنه اوعوا يبقى كله باظ. هننزل بقى بالجيلي دوت كده على الكيكه الخطيره دي واحده واحده، عشان خاطر برضك انا عندي البايركس مليان على الاخر مفيش فيه مكان. بصوا بقى قعدت يعني اسقسق فيها كده بالراحه حبه حبه لحد ما خدت معايا الكميه كلها. خلاص انا كده بقى هقول لكم هحط باقي الكميه دي امتى. بصوا بقى كانت بنتي بقى جت من المدرسه وعرفت ان انا عملتها، فهي ما رضتش تاكل اي حاجه، قالت لي انا عايزه اكل حاجه حلوه مسكره. فطلعت لها بقى في حاجه حلوه مسكره. ما هو انتوا بقى تفرحوهم كده تقول لهم احنا عملنا لكم حاجه حلوه النهارده، حاجه سهله وسريعه. عايزه اقول لكم انتوا ممكن منجايه واحده هتزوقوا بيها ايه صينيه الكيكه الخطيره دي. ده انتوا بقى تحسوها بقى كده حته ايه تورتايه خطيره. تورتايه عارفين يعني ايه تورتايه؟ تورتايه. بس كده بقى لما خدت منها بقى قطعه رحت جايبه بقى الايه الجيلي اللي فاض كان بقى مسك نفسه كده، ورحت مقلباه تاني ورحت موزعاه كله على البايركس من فوق. عايزه اقول لكم يعني الحمد لله. انا هوريكم تاني يوم شكلها. يعني احنا دلوقتي بقى بصوا عايزه اقول لكم كان كله داخل بيطلع البايركس كده وياكل بالبايركس من جمالها. تعالوا بقى انا اوريكم تاني يوم. بصوا بقى تعالوا اوريكم بقى طبقه الجيلي. عايزه اقول لكم كانت عامله طبقه كده تحفه. بصوا بقى كان كل اللي يخش بقى عجبتهم جدا جدا. احلى حاجه تبسطك لما تعملي حاجه حلوه وكل يبقى مبسوط بيها. بس كده خلاص اعملوها وجربوها وقولوا رايكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتقولوا رايكم فيها ايه. باي واشوفكم في فيديو جديد.